إخواني أخواتي السلام عليكم. من بعد اللغط الكبير اللي ثار حول قضية إقدام موريتانيا على زيادة الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية المتوجهة نحو إفريقيا مرورا بالمعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا القرقارات، وهي الخطوة اللي تفهمت من قبل العديد من المتتبعين والمحللين بأنها اصطفاف لموريتانيا مع الجزائر من أجل خنق الاقتصاد المغربي. ها هي الإجابة تأتي هذا اليوم من الجار موريتانيا، وذلك عبر لقاء جرى بين ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق. وفي هذا اللقاء كيقول ناصر بوريطة بأن موريتانيا جزء أساسي من مبادرة الأطلس الملكية، وكيوضح ناصر بوريطة في الندوة الصحفية المشتركة بينه وبين النظير ديالو الموريتاني سالم ولد مرزوق بأن موريتانيا لها مكانتها المهمة وهي فاعل أساسي في هذا الورش الاقتصادي الكبير، وهو ورش غادي يعود بالفائدة على كل دول الساحل. وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بأن نواكشوط والرباط على اتصال دائم في جميع الملفات، وزيارة اليوم لها طابع خاص بتعليمات من الرئيس محمد ولد الغزواني. وأبرز رئيس الدبلوماسية المغربية بأن قائدي البلدين عبر خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بينهما على دعم المغرب لموريتانيا، سواء تعلق الأمر بما هو محلي أو إقليمي، خاصة وأن نواكشوط تشكل قطب استقرار في المنطقة، وهي منطقة كما كتعرفوا مشتعلة، وبأن العلاقات تسير نحو منحى جيد. واليوم إرادة وطموح المغرب وهو أن تواصل العلاقات هذا المنحى حتى تحمل طابعها القوي. وأشار بوريطة إلى أن العلاقات تسير في منحى جيد وتهم أيضا الجانب الإنساني، حيث هنالك طلب موريتانيون بالمغرب، واقتصاديا المغرب هو أول شريك لموريتانيا في إفريقيا، ونحن لنا طموح للدفع بهذا التعاون مستقبلا. وأوضح بوريطة بأنه ما تحدث في هذه الزيارة عن الوضع الإقليمي، وهي الزيارة أيضا كانت مناسبة أشاد من خلالها المغرب بدينامية الدبلوماسية الموريتانية بفضل جهود الرئيس الموريتاني الذي جعل نواكشوط عنصرا مهما في أي شراكة، مبينا بأن المغرب ليست له شراكة قوية مثل تلك التي مع موريتانيا. وهذه رسالة قوية لأعداء الوحدة الترابية للمغرب والذين لا يتوانون في عرقلته. خوتي العزاز، ما تنساو دعمنا باللايكات، وإلا كنتم مازال ما مشاركينش في القناة فسأكون سعيد جدا باشتراككم معنا باش نقدروا نوصلوا بهذه القناة المغربية 100% للمستوى اللي بغينا. خليناكم على خير.